رعد، يا رعد، ان شاء الله بعد ما نخلص المطبخ، عشان انا حاسه ان رعد هيتلون بالالوان اللي هعمل بيها المطبخ دي. انا عامه قربت اخلصه يعني. فان شاء الله باذن الله بعدها، بعد ما نفرش بقى نخلص، هحميك. هنحميك يا رعد بعد ما نخلص، نحميك حمايه العيد الكبير، لا، حمايه رمضان، حمومة رمضان. بصي يا بنتة، الدنيا زي الزفت، وشقة مدربكة دربكة حلوة. قاعد بصوا قاعد ايه مقموص، عشان أنا نزلت مرتين النهاردة، وهنزل التالتة كمان شوية. العشاء أذنت، وهنزل تاني اروح بقى ايه اشوف الدكتور. مش عارفة انا الدكاترة بيتمرقعوا ليه علينا وشايفين نفسهم علينا ليه. يدينا ميعاد الساعة 12، الساعة 11، الساعة 10. النهار قال ايه يا ولاد؟ ما النهار لعنين، ما النهار لعنين. واخداها كده يا ولاد، رايحة جاية رايحة جاية جاية رايحة. رايحة من عند الدكتور، جاية من عند دكتور السنان، رايحة لدكتور الأمراض الدموية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. المهم، طبعا ايه بقى، هنزل ايه اوديله التحليل. انا عملت تحليل النهارده عشان اشوف نسبة الهيموجلوبين ارتفعت ولا لا مع العلاج اللي انا خدته من حوالي شهر. ادعولي. هو الحمد لله الدكتورة اللي هي عملت لي التحليل، ادتني النتيجة، قالت لي الحمد لله ارتفع شوية. بس برضو يا بنات، برضو الموضوع مش اللي هو يعني، لسه الموضوع يعني ايه هياخد وقت. يعني هي كانت النسبة 6، حاليا 7.9. طيب احنا عايزين كده، احنا عايزين ندخل عمليات على 13. فتخيلوا ان مثلا نقول عايزين لنا 5 6 تاني، الله المستعان. يعني ممكن نمشي شهرين تاني على العلاج. انتوا عارفين العلاج بكام؟ العلاج ممكن يدخل في 4، لان انا باخد علاج ب3، وعدناه كررناه في خلال الشهر. فممكن نقول 4000 جنيه علاج عشان نظبط هيموجلوبين. صدقوا، هتصدقوا ان شاء الله. انا لو الغدة دي مش متضخمة كده وهتبدأ تشكل لي مشكلة يعني وتكتم نفسي، والله ما اعملها. بس اقول ايه، هي مشكلتها ان هي ايه بتتضخم، ممكن تقفل مجرى الهواء. احيانا بتعمل لي اختناق وانا نايمة، وبشنق كتير يا ولاد في الاكل. يعني من كام يوم كده كنت باكل بطاطس محمرة والله، وملكي عليا حلفان ان شاء الله عدمك. بطاطساية وقفت في زوري. مش عارفة، مش عارفة يعني. انا هتقولوا لي سكت عليها ليه؟ ما كانتش تعباني والله. يعني هي في البدايات كده كانت لسه صغيرة، كان حجمها صغير. هي طبعا مش كبيرة بالدرجة اللي انتم متخيلينها، بس هي يعني من حجم مثلا زي الليمونة بقت اكبر من كده. يعني ممكن تقولي مثلا اكبر من البضاية شوية. فدي برضو كل ما رايحة بتكبر. الحمد لله رب العالمين. كنت بعطس ورجعت لكم. ثواني برضو هعطس تاني. رجعنا لكم بعد العطسة الأخيرة. المهم ان دلوقتي العشاء أذنت بقالها يمكن 10 دقايق، فهنروح نلبس وننزل. طبعا انا مدربكه الدنيا على الاخر، وفي افضيه المطبخ زي ما انتوا شفتوا الفيديو اللي قبليه اللي هو بتاع دهان المطبخ. لسه لغايه دلوقتي طبعا ما ركبتش المقابض بتاعه المطبخ. بس انا الحمد لله خلصت دهان المطبخ كامل يعني. فاضل كده ان انا اركب المقابض، وبعد كده اعمل ايه، اطلع المطبخ ده كله بره وابدا اغسل في السيراميك. فخلاص يعني ان شاء الله باذن الله يعني الكلام ده هعمله بكره او بعده، لان برضو انا اجلت حاجات كده مع دكتور السنان، فاحتمال يعملها لي ايه بكره او بعده. هتقولي هو انت دكتور السنان انت بتعملي ايه بالظبط عند دكتور السنان؟ هقول لك انا مثلا ايه،
الضرس اللي كان تعبني، عشان مش هينفع ان الدكتور يعملهولي في مرة واحدة، لازم واحدة واحدة، ولازم البنج يبقى على قد على قدي، يعني انا ليا نسبة بنج معينة. فالدكتور نفسه ربنا يبارك له برضو يعني متابع معايا، حتى لما انا بنسى، حتى انا لما بنسى هو بيتصل عليا، او بيخلي البنات اللي في العيادة بيتصلوا عليا وبيسألوني هل في حاجة، في اي مشاكل حصلت لي، في تعب، في ألم، من اول ما بخرج من عنده لغاية ما باجي. والله هو بصراحة ربنا يجازيه كل خير، يعني بيتابع معايا. بس يا بنات، العلاج بقى، كمية العلاج اللي انا باخدها، انا لو عصرتيني هنزل علاج، يعني انا لو عصرتوني هنزل علاج، هنزل ادوية. يعني انا واخدة اوجمانتين اللي هو 1 جرام، ده بصوا بيقف على معدتي فترة كده عبال ما يدوب، معرفش انا، الحباية قد عقلة الصباع كده، بتقف على معدتي لغاية ما تدوب، تاخد وقت كبير. فالمهم الحمد لله رب العالمين، كل ده الاوجمانتين ده عشان الالتهابات، وعشان اللثة، وعشان المنطقة بتاعت الضرس كانت ملتهبة، وفي تحتها كان خراج مش ظاهر يعني، فكل ده عشان الجرح يلم. طيب هنبدأ بقى ان ايه، نلبس دلوقتي عشان نروح نجي نشوف الدكتور هيقول لنا ايه. هيقول لي كرري العلاج تاني، وهو تأكيد يعني اكيد هيقول لي كرريه تاني، بس هي المشكلة معايا في ان انا اشوف النسبة دي زادت بحجم بكمية كويسة، ولا الكمية اللي زادتها دي مش مناسبة يعني. لان الدكتور قال لي ممكن يكون لو زادت بنسبة كويسة يبقى مفيش اي مشاكل عندي، لكن لو زادت بنسبة قليلة يبقى في حاجة بتسبب ضعف الهيموجلوبين عندي. فهنروح، الله المستعان، هنروح دلوقتي، هقوم البس وبعد كده ننزل نروح للدكتور. ودلوقتي يا بنات احنا نازلين ورايحين اسيوط، شايفين بلدنا جميلة ازاي، تحفة تحفة. ده كمان احنا كده بالليل، يعني بعد العشاء بمراحل. المهم بقى يا بنات، وانا قاعدة كنت عايزة اشغل لكم الصوت. كان في 2 رجالة قاعدين في العربية في الكرسي اللي قدامنا على طول، الاتنين دول فلاحين، بيتكلموا عن الزبل بتاع الحمام، اللي هي عزكم الله الفضلات بتاعت الحمام. وكانوا بيتكلموا ان هم عندهم اشويلة كده مجمعينها وعايزين يبيعوها. فانا استغربت قوي ان ازاي الزبل بيتباع. فاحمد قال لي يا ماما، الزبل بيتباع، زبل الحمام بيتباع وبمبالغ كبيرة كمان، يعني ممكن توصل لألوفات على حسب الكمية اللي هم شايلينها او اللي احنا شايلينها مثلا يعني. فبقول له الله، طب هو مين بيشتريها؟ قال لي بيشتروها الناس اللي هم اصحاب الاراضي الزراعية، بياخدوها كسماد للارض. فتعجبت اوي والله يا بنات، استغربت، قلت سبحان الله العلي العظيم. يعني الموضوع مش اللي هو بقى ايه يعني حاجة حلوة ان انت تبقي مربية حمام، والفضلات بتاعته بدل ما ترميها بينشفوها وبعد كده بيبيعوها. وهنا بقى يا حبيبتي بعد ما رجعنا ورعد كان مقموص واحمد بيحاول ينكشه، بيلعبوا عشان يلعب معاه. عايزه اقول لكم ان انا الحمد لله رب العالمين، الدكتور طمني وقال لي ان انا زدت 2% مره واحده. 2% يا بنتي. الحمد لله رب العالمين. وقال لي امشي على العلاج لمده 2 يعني. الله المستعان، ادعوا لي يا بنات، ادعوا لي. يعني ان شاء الله لو استمرينا على كده ممكن اخش عمليات بعد العيد، على العيد الكبير مثلا. الله المستعان، دعواتكم بقى. هنبدأ نركب المقابض ودولت البيبان. شايفين اللون راح فين؟ اللون راح في حتة تاني خالص، بس يلا مش مهم، تغيير مطلوب. يلا نركب المقابض وبعدين نرجع. بصوا يا بنات،
دول المقابض اللي احنا جبناهم. ده جابهم لي احمد على ذوقه، مش مشكله. انا اهم حاجه ان هما بصوا شكل المقبض عامل ازاي، تحفه. مع ان المقابض القديمه شغاله يعني، بس بصراحه شكلها صدى كده ومش حلو. فهي الواحده ب5 جنيه، جبت 12 واحده. هنركبهم دلوقتي، ركب في كل باب واحده، والدراج واحده، كل واحد. وبصوا رعد، حب الفضول هيموته. عامل حق. دماغ الليمبي دي. بصوا الواد مستنطعني وفاكر ان انا مش عارفه اعمل والله يعني. انت كده جبت التايه، انت كده حسستني ان انت عملت اللي ما. هاتي غيره يا حاج، ربنا يهديك. خد شايف الرعد بتعمل معانا حاجه يا عم العج. بص على المنظر ده كمان لما يركب. هو المطبخ اصلا عايزه اقول لكم ان ده من عمر احمد ابني يعني. ده عمره كده داخل في 28 سنة. ما تحوريش. 28. لا انت عبيط ولا 28 سنة. لا ما تكبرنيش يا. تضحك على المشاهدين. بص ده داخل في قولوا 10 سنين. بص عليها يالا. عايزين صامولة، عايزة صامولة كده. هي برضو مش راضية تركب الصامولة معاها ولا ايه؟ ايه ده صح، في بتاعة دي المفروض تركب دايرة من ورا. لا ما هو طب رايح فين انت؟ والله العظيم احنا بنحبسه عشان نعرف نعمل الحاجة، عشان كده قلة أدب. وده شكل الدرج بعد ما ركب ليه المقبض. شايفين المنظر؟ والله العظيم انا ما جه في بالي اصلا اللون ده. هو اللون راح لوحده كده، طلع لوحده يعني. انا ما خططتش ان اعمل لون زيتي كده. هو شكله مدي على زيتي فاتح بس حلو برضه. بتركب بس اوعى. طبعا هو ما فاتش بوهية ان انا ادهن البيبان من جوه، قلت مش مشكله ان شاء الله بعد حين ميسره ابقى ان شاء الله اتفق انا وميسره ونجيب واحد. ثبته كويس عشان ما يوقعش يتكسر، يقع على رجل حد. شدله في دي من فوق. سهلنا. تساوك وتساعدك ويجي على غفر اروح ماسك رجليك من تحت. هو مش بيهبش، هو بيلعب، عامل نفسه قال يعني ايه فتك وانا مش واخده بالي. عامل نفسه فتك وانا مش واخده بالي، يهبش ويجري بس هو مش هبشته مش جامده يعني. ويجري يستخبى تحت السرير ورا الباب يعني. تعالي العبي معايا يعني. فاهمين؟